أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى يا كريم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم بأحسن القبول بحق مولاة الزهراء البتول. أحبتي الكرام، اليوم نتحدث عن الحفاظ على منهج الصدر بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف. فالكل يعلم أن الأمة الصدرية بعد استشهاده تفرقت إلى عدة فرق. إذا أردت أن تعرف من هو المكمل لما بدأ به الشهيد الصدر أو الشهيدين الصدرين قدس الله سرهما الشريف، فعليك أن تذهب إلى المستأنف لعملهما. يعني هناك إنسان يستأنف ما بدأه الصدرين يكمل، وهناك إنسان يستقل عنهما، يعني يكون هو مدرسة. فهذا لا يعتبر أحبتي خليفة الصدرين، خليفة الصدر لا يعتبر، إنما يعتبر ثمرة من ثمارهما، لكنه يستقل بمنهجه ومدرسته، وهذا شأنه. أحبتي الكرام، بدون ذكر أسماء، الأسماء كلها محترمة عندنا وهم أخوتنا وعلى العين والرأس. قسم منهم مدرسة في العرفان، هؤلاء موجود الآن، لهم فضائية ولهم سيد يخطب. هؤلاء نعم عندهم الصدر مقدس ومحترم، إلا أنه أستاذهم الآن الذي يدير هذه المدرسة هو مدرسة والصدر مدرسة، ويدعو إلى قيادة سماحة السيد الخامنائي حفظه الله. هذا نتركه ما عندنا شغل به. القسم الثاني شيخ أيضا يدير الحوزة، مرجع اليوم هو. هذا الشيخ يعتبر نفسه مساويا للصدر، حتى أنه في لقاء الجزيرة على قناة الجزيرة قال: كنت دائما لطالما أنصح الصدر، يعني هو ينصح السيد الشهيد الصدر وأتباعه وهم أصدقائي، يعني في داخلهم ومرات تظهر على فلتات لسانهم أن جناب الشيخ أفضل من السيد الشهيد الصدر سواء علما أو باطنا. السيد القائد مقتدى الصدر أحبتي الكرام، أنا قلت لكم في الفيديو السابق أنه خذوا محمد صادق الصدر من ابنه. السيد القائد في كتاب حدثني الولي يكشف لنا حقيقة جدا مهمة، نخرج منها بنتيجتان اثنان. الأولى ماذا قال؟ قال في صفحة 24، هذا في الذكرى السنوية لعام 1427، يقول السيد القائد في صفحة 24، يقول: هناك إرهاصات كثيرة قد حدثت بعد استشهاده قدس سره، يعني يقصد أبوه السيد الشهيد. بعضها يمكن أن نطرحها هنا، وآخر نحيلها إلى مناسبات أخرى، والقسم الآخر لا يمكن أن نطرحها على الإطلاق، فإن بعضها لا يتحملها المجتمع حاليا بلكي بالمستقبل. لكن ما أريد طرحه هنا هو أن أصحابه قد انقلبوا على أعقابهم أو لم ينقلبوا، أو قل أن أصحابه كالأربعة الذين استثنوا أم لا. يعني يقصد أصحاب السيد الشهيد شبههم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا أحبتي في الصفحة 17 ينقل كرامات السيد التي حدثت، منها خروج صورته في القمر وفي الماء. يقول: ولا ينكر بعد ذلك فضلك إلا كل حاقد وماكر. هؤلاء أحبتي موجودون في الحوزة العلمية، الحاقد والماكر، لا تتعب نفسك معهم.
نصيحة أبوية أخوية اعتبروها، لا تتعب نفسك معهم. أحبتي الكرام، السيد القائد حفظه الله حاول قدر الإمكان الحفاظ على نهج الشهيدين الصدرين، أسس مؤسسات، دار طباعة، غيرها. بعد أن يئس من هول ما تمر به الأمة، فتح بابا لم يفتحه أحد، وهو زيارة السيد الشهيد سيرا على الأقدام في ذكرى استشهاده. هذا باب جدا عظيم، التفتوا إليه ولا تفرطوا فيه. في هذا هناك منشور أخلاقيات وفضل هذه الزيارة بقلم السيد القائد. طبعا ماذا يقول في المستوى الأول، وهذا الذي أنا أنصحكم به؟ يقول المستوى الأول وهو المستوى الأخلاقي والباطني، وفي هذا المستوى ينهل الزائر المؤمن من ذلك المرجع الذي يملك أعلى معاني الباطن الكثير من زيارته تلك، ولا سيما التي جاء بها سيرا على الأقدام. يعني هذه الزيارة فيها نتيجة، ثمرة جدا مهمة أحبتي. ما هي هذه الثمرة؟ هذه الثمرة أحبتي الكرام نستطيع يعني أن نجعلها مصداقا لمن يريد أن يتكامل ويكون من أصحاب القائم عليه السلام في ظهوره. هذه الأمور تفيده في التكامل الباطني لتصفية النفس ومحاربتها في التحلية والتخلية. هذه التخلية والتحلية عفوا، هذه تفيده. في كتاب أو كتيب هو أصحاب القائم، هذا تقديم السيد القائد، أصحاب القائم في كلام الشهيد الصدر، تقديم السيد مقتدى الصدر، الحلقة الأولى. ماذا يقول في الصفحة 9؟ كلام في أصحاب القائم: ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الجمر لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براية بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به ويقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد. فيهم رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها، كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين عليه السلام، إذا ساروا سار الرعب أمامهم مسيرة شهر. هذا الآن محل الشاهد أحبتي الكرام في هذه الرواية. هذه رواية يمشون إلى الولي إرسالا، بهم ينصر الله إمام الحق. هسه احتمال راح تقول يعني يمشون إلى الولي إرسالا الإمام المهدي عليه السلام، ممكن، إنما هل من الممكن كأطروحة نقول أن الولي هو الولي الصدر قدس سره، ويمشون كناية عن هذه الزيارة التي منها يتكاملون؟ ممكن جدا أحبتي الكرام، وهذا باب لا تغفلوه. في آخر الكتاب، خاتمة الكتاب، ماذا يقول السيد القائد حفظه الله؟ هذه يقول: يا أخوتي في جيش الحق، جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه، لو طبقنا بعض الذي ذكره الولي المقدس لأدخلنا السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى قلب الأئمة الأطهار، لا سيما إمامنا الغائب عجل الله فرجه.
وعلى قلب الولي المقدس، فهل أنتم فاعلون؟ هذا أحبتي ما دعاني إلى نشر هذه الفيديوهات. أنا لا أطلب لي شيئا من الله سبحانه عز وجل سوى رضاها بنت طه عني فقط، وعفو سيدي ومولاي عني. والرجل السيد محمد الصدر أراه مظلوما من أنصاره ومن أعدائه، الكل ظلموه، الكل تسلقوا على أكتافه وأكتاف ابنه السيد مقتدى الصدر. أحبتي الكرام، لمن يشكك في مقامات أبيكم الصدر، أنا قلت لكم خذوه من مقتدى الصدر ومن محمد صادق الصدر من نفسه. هذا كتاب أشعار الحياة في الصفحة 315. ماذا يقول؟ في قصيدة بعنوان مناجاة، قصيدة طويلة، في ذيلها ماذا يقول؟ يقول: هذه نفثة صدر فوق حس الأنبياء. هذا السيد الشهيد محمد الصدر. يأتيني واحد مغالي، هذا كلامه، أنا لا شأن لي. فلا تفرطوا بالسيد الشهيد، وزيارته قادمة، واطلبوا من الله سبحانه عز وجل بهذا الولي الطاهر التكامل، عسى أن تصلوا إلى مقامات يقبلها سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. نكمل أحبتي بضغط الفيديو لأنه لا ينشر. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة برضاها بنت طه مولاي أمير المؤمنين يا علي.